بتعاني من القشرة وتعبتي منها؟ محتاجة حاجة كويسة للقشرة. سؤال بيتكرر كتير جدا. طب تعالوا نفهم الأول، هل أي منتج للقشرة ينفع نستخدمه كده على طول؟ الإجابة لا، لأن القشرة عندنا أنواع، لازم تحدد النوع اللي عندك صح علشان تعالج صح. طيب يلا بينا نبدأ بأول نوع عندنا، القشرة الجافة. عبارة عن قشور متطايرة صغيرة في فروة الرأس، لونها أبيض. سببها حدوث خلل في إفرازات الدهون بالفروة بحيث تكون أقل من الطبيعي، وبالتالي فروة الرأس تصاب بالجفاف فتتكون القشور. نفس فكرة البشرة لما بتتعرض لجفاف شديد بتجف وتكون قشور. تاني سبب، قلة غسل فروة الرأس أسبوعيا. المفروض نغسلها مرتين في الأسبوع بشامبو فري سلفيت، أو زيادة عدد مرات غسل الفروة، وخصوصا لو بنستخدم شامبو تجاري مليان سلفيت. تالت سبب، استخدام أنواع رديئة من كريمات التصفيف واللي أغلبها مليان كحول. رابع سبب، التوتر والضغوطات النفسية، فنهدى كده وما نتوترش. شرحنا الأسباب وجينا لخطوة العلاج. أول حاجة، لو بنستخدم شامبو تجاري نلغيه خالص ونستخدمه مرة واحدة بس في الشهر. نستخدم شامبو للقشرة مرتين في الأسبوع ونسيبه على الفروة لمدة 5 دقايق ونغسله. وكمان نهتم بترطيب الشعر بالبلسم وحمام الكريم، لأن منتجات علاج القشرة بتنشف الشعر. وأخيرا، نبعد عن العادات الخطأ اللي بتسبب القشرة واللي قلناها في الأسباب، ونبعد عن الهرش في الفرو. تاني نوع عندنا هو القشرة الدهنية. هي عبارة عن قشور زي العجينة كده لازقة في فروة الرأس، لونها مايل للأصفر وأوقات بيكون معاها حكة. سببها هو خلل في إفرازات الغدد الدهنية في فروة الرأس، ولكن هنا بالزيادة، يعني في زيادة في إفراز الدهون، كمان معاها سرعة في انقسام الخلايا فتتراكم الدهون. وده وسط حلو جدا لنمو الفطريات، وبالأخص فطر الملاسيزيا. تاني سبب برضو قلة غسل فروة الرأس الدهنية. لازم نغسل الفروة على الأقل من 2 ل3 مرات في الأسبوع لو هي دهنية. كمان ما ينفعش نسيب حمام الزيت أكتر من ساعتين ويتغسل، بس نغسله بالشامبو مش بالمية بس. كمان الناس اللي بتجيب زيوت وكريمات التصفيف على الفروة، المنتجات دي بتتحط على الشعر نفسه مش على الفروة. آخر حاجة معانا في أسباب القشرة، ودي نقطة مهمة جدا، المشط أو فرشة الشعر. هما مش بس لتسريح الشعر، ولكن ليهم دور مهم في صحة الفروة كمان. وعلى كده إهمال تنظيفهم ممكن يزود تراكم الدهون والبكتيريا والفطريات، وبالتالي القشرة ترجع تاني بعد ما تعالجيها أو تزيد. وعلشان كده لازم ننضف الفرشة من الشعر اللي موجود فيها على طول، ونغسلها كل أسبوع بشامبو أو صابون خفيف، ونعقمها بخل أو كحول وننشفها كويس. ونستخدم مشط يكون واسع أو فرشة ناعمة علشان ما نجرحش الفروة، ونستبدل فرشة الشعر كل فترة زي ما بنغير فرشة الأسنان كده. وبكده نكون اتكلمنا عن أنواع القشرة وأسبابها وإزاي نتفادى حدوثها. انتظروا الفيديو الجاي عن إزاي نعالجها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. تابعوا الحلقات الجاية وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وشير للقناة.